غفر السواحل. طبعا كلنا سمعنا الاسم ده، سواء في الأفلام أو المسلسلات أو لما تحصل مشكلة في الواقع، بس بنبقى مش عارفين معناه إيه. هل هم تبع الحكومة وبياخدوا فلوس وكده، ولا ده عمل تطوعي، ولا هم زي القراصنة، ولا إيه بالظبط؟ ده اللي إحنا هنعرفه في الحلقة دي. جاهزين؟ يلا بينا. غفر السواحل هي هيئة تابعة للدولة زي الساحة البحرية كده، بيكونوا عبارة عن أشخاص وظيفتهم هي إنهم يمنعوا المهربين وتجار الحاجة الغير مشروعة من التهريب في البحر. طيب هترد وتقول لي طب ما في السلاح البحرية زي ما أنت قلت، أو الشرطة البحرية اللي بنشوفها على طول. حابب أقول لك إن غفر السواحل وظيفتهم أكبر بكتير، لأن شغلهم كله بيبقى جوه البحر بس، عكس الشرطة اللي بتبقى خارج وداخل البحر، واللي مش بتقدر إنها تغطي المكان كله. فهنا بيجي دور غفر السواحل، اللي بيقدروا إنهم ينظموا حركة السفن والرحلات اللي بتطلع. لازم تكون مع تنسيق من غفر السواحل، وقتها يقدروا إنهم يمنعوا أي حاجة ممكن تحصل في البحر. وبكده تكون حلقتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.